الليل من شرق البلاد إلى غربها، ومعها تزهق عشرات الأرواح البريئة في مشهد مأساوي تهتز له القلوب. لا جديد يذكر هنا. الحرائق المهولة بزيامة منصورية غرب جيجل تكافح بوسائل بدائية لرجال الحماية الشجعان. خراطيم المياه وشاحنة الإطفاء تأتي لتحجيم النيران فقط وحماية البيوت والمناطق السكنية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وانتظار أن تأكل النار كل شيء أخضر دون أن تطلب المزيد أو تتدخل الألطاف الإلهية بنزول الأمطار التي تخمدها في ظرف وجيز. نحن أمة لا تتعلم من أخطائها، هكذا نشاهد الحلقة ذاتها كل موسم. الأمن القومي يقتضي على الدولة أن تحافظ على غاباتها وحقولها وأشجارها المثمرة، وأن تحافظ أيضا على الإنسان وتوفر له الأمن الكافي في مثل هذه الكوارث. لذلك تمنينا أن نرى طائرات الكنادير تحلق في أجواء المناطق المنكوبة لتطفئ حرائقها، وألا نكرر المآسي ذاتها كل مرة. عديد البيوت بزيامة منصورية احترقت عن آخرها بعد تسلل أسل النيران إليها. الشواطئ هجرت والنيران على بعد أمتار من مياه البحر بالشاطئ الأحمر. الحمد لله أنه رغم كل هذه الخسائر لم تسجل لحد الآن خسائر بشرية. الله أكبر الله أكبر يا رب. ديت تشلح شيشه هكا بالك فرغ دواه فرغ دواه ما حبش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو إن شاء الله هذا خسي ثنا إن شاء الله هذا خسي إن شاء الله هذا خسي تا ثعر ثل المزارة ثاني تسني ها يعني سدوا ايش الغباء كم واحد وما مشي ساعه عيط لسوق التنين عيط هذا واش عندهم هذا واش عندهم لا ما مشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هي تسمع لا تا il faut contrôler ثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واو الله أكبر الله أكبر ذا حبس إن شاء الله ذا حبس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربي العنيك يا ربي العنيك يا ربي العنيك يا ربي. اخي كبير وال اخي كبير وال نعم
خالف ربي. شي مصالح الحماية المدنية ولاية البويرة كباقي الولايات تدخلت إثر كل الحرائق التي شبت على مستوى إقليم ولاية البويرة، والمقدر عددها ب5 حرائق جد معتبرة أين تهدد السكينة والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تم في الوهلة الأولى بإجلاء كل المواطنين المعرضين إلى الخطر وتحويلهم إلى مناطق جد آمنة. فيما يخص كانت الأولوية للإجلاء. النقطة الثانية للإطفاء، الإمكانيات متوفرة بكمية معتبرة. ضف إلى ذلك الوحدات الجوية والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. الإمكانيات الموجودة عندي في المكان في النقطة اللي موجود فيها بلدية الزبربر، بلدية المعالة، وكل المداشر التابعة لها المقدرة ب هنا 53 شاحنة و150 عون. لحد الساعة الحمد لله لم تسجل أي ضحية وفاة أو محروق. على كل حال كل المجهودات المبذولة على مستوى إقليم الولاية بمعية كل الشركاء الاجتماعيين بما فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي ومحافظة الغابات وكل المشاركين في المقياس المخطط تنظيم النجدة الولائي. وأضيف إلى ذلك السلطات المحلية لولاية البويرة وعلى رأسها السيد الوالي وكل السادة رؤساء الدوائر.